السلام عليكم، وأبشركم بروكا بالصحة والسلامة وداكشي اللي كتمناو. ومرحبا بكم في فيديو جديد في نهار جديد غنشارك معكم فيه سلو أو السفوف مقوم على حقه وطريقه بطريقة سهلة ومبسطة وغير في الهشوار. تقدري اختي توجديه بطريقة سهلة ومبسطة ودغيا يوجد معاك، وكيجي رائع، كيجي معلك كي قلت لكم، وكيجي مقوم واقتصادي. بقاو معايا ما تمشيو فين باش تشوفوا المقادير وكذلك طريقة التحضير. وقبل ما نبداو نصليو على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبداو على بركة الله. اول حاجه بطبيعه الحال كنقيو هي الجنجلان، هو اللي كيشد لينا اليدين في التنقيه. هنايا كانت عندي تقريبا تمايا خديت كيلو ديال الجنجلان، واحد رومي وواحد بلدي. بطبيعه الحال غسلتهم كي كتشوفوا، خليتهم هكا كيتسقطروا كينشفوا. اللي بغى يشمشوا هكا دابا راه ما كاينش الشمس بطبيعه الحال، كي شفتوا راه كاين غير البرد والشتا، كتخليوه هكا كينشف شي شويه كيولي هكا كيقلل منه الماء، وكديروه هكا في مقيله كبيره اللي عندكم اللي غتهز لكم الكميه. انا هنا درت نص كيلو بنص كيلو باش نبقى مفرقه بين الرومي والبلدي. تقدروا ديروها هكا حتى في طنجره الضغط من الاحسن، كتبقى هكا مجموع لكم داك الجنجلان ما كيتشتت لكم لا والو. انا حيت عندي هاد المقله كبيره يعني كفات ليا الكميه. صافي كنبقاو نحركو هكا تحت النار تكون متوسطه بطبيعه الحال، حنا ما نهداوش عليه بالتحريك. كنبقاو نحركوه هكا حتى كنحسو بانه صافي يعني تحمر عندك، وتخليوه كيتحرق. يعني صافي كتشدو الحبه هكا بيديكم كتلقاوها تحمرات هكا، تنفخات وتحمرات، ملي كتقيسوها كتحسو بديك القرمشه ديالها. وفي ديك المرحله هذيك كنشد واحد معلقه ديال الزيت الرومي هكا، زيت المائده، وكنخوي على داك الجنجلان وكنكمل التحمار ديالو. كيجي محمر ومقرمش. صافي غندوزو من بعد ما حمرنا الجنجلان. بطبيعه الحال كل نهار كديروا حاجه. الجنجلان بطبيعه الحال ملي كتحمرو راه غتنقيوه من داك اللي بقات شي هكا شي حجيرات وهكا، وملي كيتصل صراحه ما كيبقاش فيه بزاف ديال الشوائب. صافي كنكونوا سهلنا هنا المأموريه. هنا كندوزو للدقيق. هنا درت واحد الكميه ديال 800 غرام ديال دقيق الفرص. هذا تحت واحد الطلب واحد الاخت كتاخذو من عندي كل عام كنصاوبوا ليها، انا مازال عاد غنصاوب ديالي كنديرو بالشعير كنديرو صحي. صافي هنا درت 800 غرام حيت هي بغات تقريبا شي 2 كيلو ديال السفوف ولا هذا سلو. يعني هنا انا كنقول لكم ديك 800 غرام باش تبقى لي ديك نص كيلو ديال الدقيق. من بعد ما كيتحمر كتعرفوا كتقلص الكميه ديالو. صافي كنبقاو نحمرو ما كنهداوش عليه من التحريك. انا درتو هنا غير في طنجره الضغط. وهنايا كنبقى ملي كنشوفو هكا قريب يتحمر كنسيه هكا ولا كنقيسو بحال هكا بالزيت، كنديرو في الطبيسيل وكنخوي عليه شويه ديال زيت المائده، وكنشوف داك اللون اللي بغيت انا نتحصل عليه. صافي هنا حمرنا الجنجلان، حمرنا الدقيق. غندوزو دابا داكشي اللي غنضيفو للسفوف ولا هاد الدقيق هذا. هنا خديت واحد الكميه ديال اللوز، هادي غادي غير نزوق بها. فسختو هكا وغنقليه فواحد الكميه ديال الزيت، نديرو هكا يكون بارد وكنديروه كيتحمر. وهنايا الكميه ديال اللوز تقريبا هنا عندي نصف كيلو، غادي نقسمو على جوج. بطبيعه الحال هنا راه حمرته في الفرن. بغيتو تفسخوه وتقليوه لكم الاختيار، هنا كيجي احسن في الحقيقه، كيجي فيه واحد المذاق زوين اللي كيبقى هكا بالقشره ديالو. كنحمروه هكا في الفران ولا في آلة البانيني ولا فاش ما بغيتو، ولا غير في المقله كتحمروا. انا ما ضفت ليه لا زيت لا والو، حمرته غير هكاك حتى كيولي داك اللون البني ديالو. صافي كنكتفيو. هنا كي قلت لكم غنقسم الكميه، انا قسمتها على جوج. هنا نصف كيلو، النصف غادي نهرمشو، غنخليه هكا نهرمش. من بعد غادي نضيفوه مع الدقيق باش يبقى هكا باين في العضه. والنصف الاخر غادي نشدو نطحنو مزيان. صافي الكميه الاولى كنخليوها بحال هكا مهرمشه، والكميه الثانيه كي قلت لكم غادي نطحنها مزيان. غادي نطحنها مزيان حتى تتميل كي غتشوفوا. صافي كتبدا تميل هكا بهاد الطريقه هذه. راه غير في الهشوار هكا كتوجدوه. بالنسبه اللي عنده هكا ديك الطحانه اللي كتطحن التوابل ولا هكاك راه مزيان. هنا شديت واحد الكميه ديال داك الزيت اللي قليت فيه داك اللوز اللي وريتكم قبل، ضفتو لداك اللوز باش يزيد يسهل لنا باش يتطحن، باش يطلق داك الزيت ديالو. هنا عندي الزنجلان، تقريبا عندي تمايا 800 غرام حيت درت نص كيلو ديال البلدي، وزدت غير
واحد 300 غرام من الرومي، حيت كتعرفوا البلدي تيكون احسن هو اللي كيطلق الزيت. شديت الناس في الكميه درتها مع هذا اللوز هذا وطحنته، وضفت ليه الكميه اللي تبقات لي من داك الزيت اللي قليت فيه داك اللوز. علاش كنضيف الزيت؟ باش هادو يطلقوا لي الزيت. ما بالنسبه اللي عنده ديك الطحانه العطريه اللي كتخرج الزيت ديال هكا الجنجلان ولا اللوز، من الاحسن ما يضافش كاع الزيت. صافي خليت ديك الكميه اللي طحنت ديال الجنجلان مع اللوز مع الزيت، خليتهم جانبا، وطحنت الكميه الاخرى هكا غير هرمشتها، كتبقى هكا حبه صاينه وحبه مهرمشه. هنا غادي ندوزو للدقيق، غادي نغربلوه. من الاحسن نغربلوه في داك الغربال ديال النيلو. الا كنتو عارفين داك الحبيبات محمرين لكم غربلوهم، الا ما كنتوش متاكدين منهم محمرين ما تغربلوهمش، حيدوهم احسن. كي شفتوني في الاول ملي كنت كنحمر الدقيق راني استعملت داك الطراب اليدوي باش كيساعدنا الدقيق ما كيتكركبش لينا وكيديرش لنا دوك الحبيبات بزاف. هنا نكملوا المراحل. داك الدقيق ضفت ليه داك اللوز اللي هرمشنا قبل، الكميه اللي هرمشنا غنضيف داك الجنجلان كذلك اللي خلينا مهرمش، وبقاو هكا شي حبات صايمين. وكي قلت لكم راه الكميه ديال الدقيق كتكون بحال الكميه ديال الجنجلان والكميه ديال اللوز، باش كيجي هكا خصيص اللون مقوم ولحقو طريقو. وتقدروا تضيفوا حتى كاوكاو البلدي. هاد السيده هادي ولا هاد الاخت ما بغاتوش بكاوكاو، بغاتو غير باللوز والجنجلان، راه حتى بكاوكاو كيجي زوين. هنا كي شفتوا راه ضفت واحد المعلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه كبيره ديال القرفه. بالنسبه للنافع وحبه حلاوه راه هما الشمر واليانسون عند بعض الدول العربيه. وهنا ضفت واحد كاس ونصف ديال السكر هكا ثقيل، ماشي ضروري يكون نوعيه جيده، غير سكر كلاصي هكايا. كنغربلوه باش ما يكونش فيه داك التكتلات. وضفت واحد شويه ديال الملح باش كتعدل لينا الذوق، نسيت ما ذكرتهاش معكم. وهنا غادي نضيفوا ديك الكميه ديال اللوز والجنجلان اللي طحناهم هكا حتى خرجوا داك الزيت ديالهم، باش كيساعدونا هكا ما كنضيفوش الدهون بزاف، ولا هكا الزبده اللي غادي نجمعوا بها ما غاديش تكون كميه كثيره. صافي هنا من بعد ما ضفت داك اللوز وداك الجنجلان اللي هكا طحنا حتى طلقوا داك الزيوت ديالهم، هنا غتجي المرحله المهمه في السفوف ولا في السلو. هي اختي الا عندك شي دريعات جبديهم ودلكيه مزيان باش هكا باش يخرجوا داك الزيوت ديالهم. ولا عندك العجانه راه كان افضل. اللي عندها العجانه اختي تجمعي كلشي ديريه في العجانه وخليها هي تدلك. وكاين هكا اللي كيجمع كاع القوام ديال السلو كيديه هكا العطار لا برا، كطحنوا ليه في ديك الماكينه الكبيره. في الحقيقه كيسهل المأموريه هذاك بزاف صراحه. يعني حتى هاد الطريقه هذه راه زوينه الا بغيتو ديروها. كتعرفوا هكا شي عطار حدا كنتي طحن داك العطريه في ديك الماكينه، ولا كاين اللي كيدير هكا، كيكون واحد الماكن تيديرهم هكا غير سلو، يعني كيسهل العمليه. انا كي شفتو راني دلكت داكشي مزيان حتى خرج زيتو، وغادي نغطي عليه وغادي نخليه. هنا ما غاديش نضيف الزبده دابا في هذه المرحله هذه، غنخليه يبات ليله كامله ولا يضل. مثلا ديروها الصباح هكا هاد الطريقه هذيك، وتا العشيه عاد تضيفوا داك الزبده اللي غتضيفوا، ولا زيت الزيتون، كل واحد اشنو غادي يدير. هاد الاخت بغات بالزبده، يعني كل واحد وشنو غادي. ان شاء الله دابا نشارك معكم سلو صحي غير بالشعير، هو اللي غادي نديرو ليا انا والوليدات. ان شاء الله غنشاركو معكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، من بعد ما غنكمل ليه المسائل ديالو غنشاركو معكم. هنا كي شفتوا غطيت عليه وغنخليه كي قلت لكم، يا اما تخليوه ليله كامله ولا هكا ديروه في الصباح وتخليوه حتى العشيه هكايا وتكملوا المراحل. هنا كتشوفوا هذه المرحله هذه باش داكشي كله كيطلق الزيت ديالو، باش هنا كيولى معلك، زاد تعلك غير بوحدو، وحتى داكشي شي كيطلق مع شي، يعني كل واحد كيعطي داك المذاق ديالو. هنا شديت واحد 250 غرام ديال الزبده حيوانيه نوعيه جيده، ذوبتها حتى ولات على شكل نوازيط كي شفتوا. ما كيبقاش فيها الحليب نهائيا، باش ما يغملش لكم هكايا السفوف من بعد. ما كتخليوه ما كيغملش وكيبقى معكم مده طويله. وبالنسبه هكا اللي بغى يوصل لهاد المرحله هذه، كياخذ واحد الكميه كيدير ليها الزبده كياكلها، والكميه الاخرى كيديرها في المجمد فين ما تيبغي، تيجبد وتيدير ليه الزبده وتياكلو.
هاد المرحلة حتى هي هاد الطريقة هادي عفوا حتى هي مزيانة. هنا كي شفتو راه طفت ديك الزبدة، هنا هو بدا كيتجمع معانا، غادي نحاول ما امكن ندلكوه شي شوية بيدينا، نديوه نجيبوه باش عاوتاني دوك العناصر كاملة تنسجم مع بعضياتها، وراه كيجي هكا معلك ومقوم. جربوه بطريقتي غادي يعجبكم، وان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله ملي غادي نصاوب داك السلو ديالي انا ولا السفوف اللي غنديروه بالشعير وصحي غنشاركو معكم. بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكايا السفوف صحي 100% ان شاء الله غنشاركو معكم. هنا درت واحد الكميه ديال اللوز هكايا مقلي في الزيت، كيكون هكا الوسط في السفوف، وشو ما شاء الله كي كيجي، راه كيجي مقوم معلك. وما تنساونيش من لايكاتكم اللي بقى معايا حتى لهنا، ولا اللي بقات معايا حتى لهنا فضلا وليس امرا. ولا عجبك اختي الفيديو والمحتوى واحد بارطاج الاصدقاء والاهل والاحباب، واللي شاف القناه اول مره يضغط على زر الاشتراك باش يوصلك كل ما هو جديد. ومرحبا بكم ومرحبا بالناس الجداد اللي انضموا للقناه، والناس اللي معايا من الاول القناه راها بكم غاده. هنا كشفتوا درتو في هذا المول ديال الكيك غير باش نديرو هكا في التقديم ونصورو معكم. صافي كي كتشوفوا هانتوما راه مبهلك، كيجي رائع بلا طحانه غير في الهاشوار، وساهل ماهل. هاك اختي كتنظم وقتك، وهانتي وجدتي واحد الكميه ديال سلو. انا راه تقريبا واحد 2 كيلو، 2 كيلو شي حاجه، يعني تقدر تكون حتى 2 كيلو ونص. صافي كي شفتو زينت بهذوك الحبات ديال اللوز اللي قلينا، راه كيجي رائع مقوم على حقه وطريقه، كيستحق تجربه. وبالنسبه اللي بغى يضيف الكوزه، انا ما درتهاش حيت الاخت ما بغاتهاش. اللي بغى يضيف الكوزه كيحك واحد الحكه شي شويه وكيضيفها. وكان هذا هو الشكل ديال السلو ولا السفوف، كيجي مقوم على حقه وطريقه، كيجي معلك، كيستحق تجربه. واللي بقى معايا حتى هنا كنقول له شكرا ليك، شكرا للتتبع ديالك واللي يخدك عليا. وما تنساونيش من لايكاتكم كالعاده وتعاليقكم الزوينه. وشو ما شاء الله كي كيجي، نقيس معكم هكا واحد شويه باش تشوفوا كي كيجي في التعليكه، راه كيجي رائع. شو ما شاء الله كيت لكم كيستحق تجربه، وساهل ماهل، ما كيستغرقش واحد الوقت طويل. وهنا غينتهي الفيديو ديالنا، الى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم على خير وعواشركم بروكا بالصحه والسلامه وداكشي اللي كتمناو يا رب.